على مدار هذا اليوم من المفترض أن يقبل الناخبون للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، لكن الخاصة بمجلس الشعب، وما أكد لي الناخبين أن الدافع سوف يكون وطني بحد كبير. البعض الآخر رأى أن مجلس الشورى لم يحظى بالاهتمام الكامل والدعم الإعلامي الكامل لتوفير مناخ من الفهم والوعي لدى الجمهور ليقوم بواجبه الوطني ونزول لهذه الانتخابات. البعض الآخر كذلك ساعات من فتح باب التصويت في 8 صباحا. للإجابة على سؤالك خيري سأسأل المستشار أحمد مطر، هو رئيس اللجنة الفرعية التي أقف بها الآن وأنقل لكم منها على الهواء، عن بالنسبة للأعداد القليلة التي جاءت للإدلاء بصوتها في الساعتين الأخير، يعني منذ ساعتين تحديدا، هل لديها وعي سياسي ببرامج المرشحين؟ وهل تعلم قيمة مجلس؟ بعضهم غير مقتنع بالدور التشريعي لمجلس الشورى، البعض الآخر غير مقتنع